بالنسبة لسكان عين عيسى، نحن هون بعين عيسى يعني ما عندنا استقرار، كل يوم عندنا قصف احتلال تركي والمرتزقة الجيش الحر، عم يقصفوا كل يوم هون مخيم على اوتوستراد على عين عيسى، اهالي عين عيسى، يعني هون الشعب كله متوتره، نحن نريد انه نوقفوا هالهجمات الاحتلال التركي على عين عيسى، نحن بدنا هون بدنا استقرار، عندنا اولاد صغار، عندنا يعني عندهم خوف الرعب، يعني عم يخافوا كل يوم يعني من الصوت ومن صوت التفجير، يعني امبارح بس بالساعة 12 بالليل صار عندنا قصف هون، انه قصفوا الاوتوستراد ومخيم وعم بيخافوا هالشيء هذا، نحن نريد انه يوقفون الهجمة احتلال التركي والمرتزقة ونضل نحن هون استقرار، نعيش استقرار هون، يعني نحن بدنا امان، نحن بدنا اشياء، عندنا اولاد صغار، عندنا مدارس بده يدرسوا بالمدارس، يعني من خوف ما فيهم يروحون على المدارس، كل يوم عم يجي على الصوت بيخافوا، يقول لي ايش الصوت، نحن عم نحكي معهم انه والله هذا مو قصف، هذا عم يلعبوه بالعاب لعب، يعني انه بس مشان ما يخافوا نحن، ونحن هاي اللي بدنا بس انه امان بعنيسى ونضل مستقرين هون وبدنا الامان، يعني وقفونا القصف الاحتلال التركي والمرتزقه الجيش الحر، يعني هي بدنا اياه الامان، نحن بس بدنا اياها يعني. هجمات تركية يعني ما تخلينا بحالنا، الدول لازم تساعدنا توقف هجمات التركية على الشعب السوري، خاصة المنطقة هاي، القذائف العشوائية تضر أكثرية الشعب وأكثرية الناس، يعني متضررة كثير. وإيش بدي أقول لكم، يعني الوضع بنوب سيء يعني سيء بنوب يعني القذائف كلها مدافع، مستحيل يكون هوان، يعني أكثرية الشعب دا تنظر، الغنم دا تنظر، الناس كلها تهجرت، الناس دا تموت، يعني بنتمنى للدول تتدخل بالموضوع هذا، تساعد الشعب، أقل شيء توقف الضربات وتبعد تركيا عن المنطقة هاي.